بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا مخلل اللفت، مخلل جميل وخفيف كده، وبينفع بقى مع اي اكلات، طعميه، فول، عدس، بصاره، الاكلات الشعبيه دي. بصوا لونه حلو ازاي، ببنجر قليل جدا، لونه وردي حلو جميل. تعالوا بقى معايا نخش على الفيديو ونشوف عملنا طريقة اللفت ده ازاي. لو عجبكم الفيديو متنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، ودعوة حلوة منكم كده، ويا ريت كومنت يكون حلو ويقول لنا ايه رأيكم في طريقة تخليلة اللفت. يلا بينا نخش على الفيديو. وهو يا حبايبي دخلنا نشوف اللفت اللي احنا مخلينه ازاي. بص انا طبعا شاريه كده، ما نقيتهوش لان هو المفروض ان انت تنقيه، ولما تيجي تنقيه يا ريتك تنقي الايه، اللفتايه الصغيره دي بتبقى احلى. وكمان لو حبيتي تخليه صحيحه كده بتعيش معاكي. بس انا طبعا الست اللي بتبيعه على بعضه، يعني بتبيعه على بعض. بتبيع بقى ايه اللي هو بقى من غير الورق بتاعه، ال4 ب10 ده عشان مقاطعين يعني الورق بتاعه، ال3 ب10. فهنعمل ايه بقى؟ طبعا في ناس بتحب ده، يعني انا واحده من الناس بحب العروق دي، بس مش هعملها كلها يعني كده. فبتمسكي انت طبعا بتنضفي طبعا كده اهي كده، تشيلي كل حاجه. انا المفروض اللي انا كنت رقدته الاول يعني في ميه كده، نضف كل اللي فيه. بس هو يعني شكله حلو، شكله يعني مش خفيف، مش شايخ يعني. وممكن ده يحمر نفسه يعني من غير ايه، اسمها ايه دي، بنجر اهو. اي حاجه فيه شيليه اهي. يلا بقى الجدعاني كده وانزلي بقى هاتي اللفت دلوقتي. ايامه دي ايامه، بعد كده بقى ايه مش هتلاقيه. فطبعا ايه هنضف ده كله كده وهرجع لكم تاني عشان ما نطولش الفيديو على بعض. اهو يا حبايبي بعد ما غسلناه ونضفناه وبقى زي الفل اهو. بصي حاجه كده تفتح النفس من قبل ما نعمله والله. اهم حاجه انا كنت بحب اجيبه في طبق كبير كده واروح مسيبه عليه الميه، كل حاجه فيه تبوش. بس انا عشان مستعجله فروحت غسلاه، بس غسلته غسله نظيفه والله ونضفته وشايفينه زي الفل بقى كده. هنعمل ايه بقى؟ طبعا هنجيب طبق كبير معانا اهو، وهنقطع فيه التقطيعه بقى اللي تعجبك. بص ده عشان صغير، بص هقسمها 2 بس كده اهو، اهو، او ممكن 4 اهي. بصوا والله ما شاء الله، بصوا جميل ازاي، جميل ازاي. التقطيعه بقى اللي انت بتحب ايه تقطعيه. في ناس بتحب تقطعه ايه، صوابع. في ناس تحب تقطعه باي تقطيعه اللي انت طبعا ده حاجتك انت، وانت اللي ايه، وانت اللي. بصوا هقطع معاكم بقى واحده وهروح اقطعه بقى مع نفسي كده وهرجع لكم تاني ان شاء الله. يلا لغايه هنا. لو وصلت لغايه هنا بقى انزلي حطي لي اللايك وشجعيني بكومنت حلو كده عشان نعمل معاكم كل جديد وكل حاجه حلوه ان شاء الله. هسيبكم بقى اقطعه وارجع لكم تاني. اهو يا حبايبي خلصنا تقطيعه زي ما انا قلت لك، القطعيه اللي انت بتحبيها. في ناس ممكن بتحبه ارفع من كده، في ناس بتحبه يعني، في ناس بتجيبوا الصغير ده، بتجيب الصغير ده وتحطه صحيح عشان بيطول شويه معاها. احنا قطعناه وخلصناه اهو، وبصراحه طلع تحفه والله. بص الكبيره ما فيها اي حاجه، ما لقيتش اي حاجه شايخه فيه والله، الحمد لله يعني. هو كان شكله باين. هنعمل ايه بقى في المرحله دي؟ هنرش عليه حبه ملح. بصي بس. وهنعمل ايه بقى؟ هنروح عاملين ايه، مقلبينه كده، هات اللي فوق تحت واللي تحت فوق. بس وهسيبه ايه، هسيبه ساعتين يعني. بالليل ان شاء الله هعبيه في البرطمان، ولما اجي اعبيه هرجع لكم باذن الله. يلا بقى انزلي حطي اللايك. انت قاعده وسرحتي معايا في الفيديو وما حطيتيش اللايك. يلا حطي لي بقى اللايك وكومنت حلو كده، وقولي لي ايه رايك في اللفت الحلو الجميل ده.
اهو يا حبايبي بعد ما قعد، والله قعد يجي 5 ساعات، يعني انا كنت عاملاه الظهر واحنا دلوقتي بالليل. فبص منزل، بص نزل ميه، بص الميه اهي، يعني بص ميته ما قعدتوش فتره طويله. وعلى فكره بقى انا ما جبتش بنجر ونسيت اجيب البنجر، فلقيت في التلاجة، يعني الحمد لله. انا ساعات بجيبه واحطه في الفريزر قصدي. بص بتلجه لسه اهو اهو اهو. يلا بقى نعبيه في البرطمان وهنشوف ايه هنعمل ايه مع بعض. معانا برطمان نضيف ومعقم ومغسول وزي الفل. هنمسك كده ونعبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو انا حطيت بنجرية تحت، وهحط واحدة في النص وواحدة في الوش. هو ما شاء الله البنجر يعني ده جميل جدا، بيخرط قوي قوي قوي. اهو بصوا هعبيه وارجع لكم تاني. اهو يا حبايبي بصوا عبيناهم اهو. دول بسم الله ما شاء الله 6 كيلو لفت. بصي كنت والله بحسب يعني هيطلعوا كبيرة كتير على البرطمان، بس الحمد لله. هنعمل بقى، يلا نعمل. بصي دي المية بتاعته. بصي يا حبايبي، بص المية اهي، نزل مية، كمية مية قد ايه. يلا بقى نعمل المحلول بتاعه مع بعض. معانا مية ومعانا ملح. هنحط قد ايه ملح؟ هحط على الكمية دي 5 معالق ملح. ادي 1، ادي 2، 3، 4، 5. ولاحظي ان كان معمول في الايه، في الملح. وهنحط معلقتين سكر. ليه المعلقتين السكر يا ام احمد؟ المعلقتين السكر دول اللي هيخلولك اللفت بتاعك ليه قرمشه كده. ادي 1، 2. بقى ايه المحلول ده كده كله مع بعضه اهو. والميه بتاعتك تكون سخنه وسايباها تبرد. انا مرضتش اكتر الملح علشان اساسا اللفت احنا اما عاملينه يدخل على 5 ساعات في الملح، عشان ما يطلعش منك حادق. ولو طلع حادق ممكن تنقصي الميه وتروحي مزوده ميه، هيبقى ايه ان شاء الله مظبوط. يا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم كده. ولو عجبكم بقى تحطوا لي لايك وشير واشتراك في القناه، وتعملوا لي كومنت حلو كده، وتشيروا لي الفيديو. بجد والله والله الواحد بيتعب في الفيديو هو بيعمله، بجد بيبقى تعب وارهاق بصراحه. فيا ريت على قد التعب ده تشاركونا في الرأي وتشاركونا في اللايك وجزاك الله خيرا يا رب. يلا بقى نحط المحلول بتاعه. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيبه هنا عشان بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اهو يا حبايبي خلصناهم وعبيناهم وحطينا المحلول بتاعه. بص شكله والله من قبل ما يتخلل شكله تحفه ويفتح النفس، وما شاء الله في اي اكل يتحشر فيه، يعني محشور فيه. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. على فكره المخرج بتاعي بيقول لي مش هتحطي شويه زيت، بقول له لا، ما هو ده مش ليمون ولا زيتون ولا اي حاجه، ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا حاجه يعني. فاحنا هنقفل عليه دلوقتي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس بعد 3 ايام او 4 ايام بالكتير ممكن تاكلي منه. ولو عجبكم بقى الفيديو لتاني مره يا ريت ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. واشوفكم في رعايه الله مع فيديو جديد في قناه مطبخ ام احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.